السلام عليكم، ازيكم يا بنات؟ عاملين ايه؟ النهارده معانا الشعر ده كيرلي. الشعريه جميله جدا، بحب اشتغل فيها. هنشوف مع بعض على طول. انا بدات الفيديو النهارده، طبعا انا قلت لكم على التوزيع قبل كده وجبت لكم فيديوهات للتوزيع، واللي بيتفرج عليا لاول مره يتفرج على باقي الفيديوهات. انا جبت لكم النهارده الشطف بعد ما سيبنا الماده ساعه. سبت الماده ساعه ليه يا مدام نوسه؟ لان مساميه الشعر دي عاليه. الشعريه قدامك ضعيفه اصلا ومساميتها عاليه خالص. تمام. سيبنا الشعر ساعة بس، وخدنا العميلة على الحوض نشطف الشعر. الشطف قدامكم يا بنات، وما تخافوش من الشطف، لان مهم جدا جدا الشطف. لو انت كمتخصصة ما بتشطفيش يبقى انت كده مش بروفيشنال، ومش هتنجحي في شغلك، وهيحصل معاكي مشاكل كتيرة جدا في شغلك، من تقطيم وتساقط، والعملاء هيكلموكي شعرنا بيقع، شعرنا بيتساقط، شعرنا بيتقطم، ويحصل معاك كوارث زي ما بيحصل مع باقي الناس. فانت اهم خطوة في الموضوع، انت كمتخصصه، ان انت لازم تشطفي الشعر. طب انا خايفه يا مدام نوسه ان الشعر ده اما اجي اخلص كبس يطلع فيه ديفوهات. انا بخاف من الشطف، بخاف الماده تقع في الحوض. اكتر كلمه بتتقال لي، مستحيل الماده تقع في الحوض لو انت مجهزه الشعر ده كويس. الشعر ده مبطله زيوت بقالها اسبوع اسبوعين. الشعر ده انت غسلتيه مره واتنين وتلاته عندك بكلارافاين. الشعر ده انت هتكبسيه كبس محترم. الشعر انت مختاره له ماده كويسه، انت واثقه في الماده اللي انت تشتغلي بيها. عارفه يعني ايه تعملي معادله صح للشعر؟ تحط كميه ترمات قد ايه، تحط كميه امبولات قد ايه، تحط الماده نفسها قد ايه، فالشعر معاكي هيطلع مظبوط. طب انت حطيتي ايه للشعر ده يا مدام نوسه؟ الشعر ده كانت بتعالجه عند دكتوره، هي بنوته اصلا لسه هتتجوز، ما عملتش اي حاجه في شعرها، بس كان عندها تساقط كتير جدا في شعرها. حطيت ايه؟ ماده تريتمنت كافيار، هي اسمها كده تريتمنت كافيار. حطيت معاها معلقه ترميم كافيار، حطيت معاها معلقه ترميم صغيره ريبير بلس، حطيت معاها امبولات الروزماري اللي هي الزيتيه، مش المائيه زي روشان. حطيت معاها طبعا 5 نقط، لان الامبولات الزيتيه دي ما بزودش منها. حطيت 5 نقط من امبولات السيراميد اللي هي لونها احمر دي، سيراميد الخلايا الجذعيه. حطيت ربع امبول ريشان عشان يخفف لي الماده، لان الترميم بيتقل سمك الماده، فانا ما بحبش اشتغل بيها تكون كريمي، بحبها تكون بلسمك كده شويه خفيفه على الشعرايه. بحبها، انا بحب اشتغل بيها كده بلسمك، ما بحبهاش الماده التقيله دي. بتبقى اسرع طبعا في التوزيع وكده. جينا بقى لمرحله الكبس بعد طبعا ما شطفنا الشعرايه زي ما شطفنا قدامكم، ونشفنا الشعرايه بهواء سخن، استشوار سخن، بس نبعد الاستشوار شويه عن الشعر عشان الماده ما تتبخرش. وجينا بقى للمرحله الاهم في الموضوع، اللي هي مرحله الكبس، اللي اهم خطوه بنعملها في الجلسه. الكبس لازم يكون، ما توقفيش المكوى على الفروه. تمام. ما بقفش انا على الفروه خالص. طب الجذور مش هتيجي يا مدام نوسه؟ لا، انت مش شرط ان انت توقفي المكوى على الفروه وتقولي لي الجذور ما بتجيش. لا، انت تدخلي المكوى جوه عادي عشان على الجذور، بس ما تقفيش بيها. يعني لو هتزودي كبستين من على الجذور كده عادي، بس ما تقفيليش بيها على الفروه، عشان ما تحرقيش الفروه، عشان العميله ما تروحش تقول لك ايه ده انا بطلع قشره سميكه من شعري، سببها ايه؟ لا، ما انت مش هتعرفي تقولي ان انا حرقتك. وطبعا ده غير الاذى اللي بيحصل. في بنات بتيجي تحكي لي كوارث، ان احنا كنا بنعمل عند فلانه و... والست دي حرقتنا، وانا كنت بعيط تحت ايديها وكنت بصوت من حراره المكوى. لا، خليكي بعيد. اللي هو انا عايزه جلسه كويسه، هي جايه تفرح بشعرها في الاخر، مش عايزه احرقها، مش عايزه اسبب لها اي اذى نفسي ولا وجع. تمام. الخصله بسحبها ازاي؟ لازم تكون المشط اللي معاكي، طبعا انا بشتغل بمشط حراري ما بيسحش من المكوى، اهو اللي قدامكم ده بقى. انا بشرح للمبتدئات، الناس اللي هي البروفيشنال اللي بتدخل تتفرج عليا تقول لي انت بتقولي على المشط. لا معلش، البنات المبتدئات مش عارفين. المشاط دي في منها حراري وفي منها بلاستيك. انت لما تيجي تجيبي هاتي مشط حراري. تمام. المشط اللي في ايدي حراري، بتشتغلي بيه. تمام. بتاخدي الخصله مظبوطه، يعني تاخدي الخصله كده يكون زي الخط كده، ما تبقاش الخصله طالعه منك عامله زجزاج طالع ونازل. تمام. المكوه اللي معايا دي ليزا، انا مشغلاها على 450. الكبسه يا بنات زي ما انتم شايفين بتنزلي على الشعرايه كلها بالمكوه لحد ما كلها تطلع معاكي لون واحد. وبرضو تاخدي بالك ان الشعرية اللي في ايدي دي جذور الشعر عندنا لونها اسود غامق، الاطراف عندها بني شوية، فبالتالي الشعرية هتطلع معاكي
نفس اللي فوق بس افتح درجة او 2 من الاصلية. يعني عندك معاكي جذور الشعر عندها ايه؟ لونها اسود اهو. ما تفضليش بقى انت تكبسي لي فيها لحد ما تجيبها لي زي الاطراف، ما الشعريه الاصليه اصلا اطرافها فاتحه. تمام. فانت قارني الجذور بالجذور وقارني الاطراف بالاطراف. فهماني؟ يعني الجذور عندك غامقه، ما افضلش اكبس بيها بقى لحد ما تروح ايه نفس الاطراف كده بني فاتح. لا، هي الشعريه اصلا عندها الجذور غامقه والاطراف فاتحه. دي ايه خطوه برضو لازم تاخدي بالك منها. الكبس، سؤال بيجي لي، عدد الكبسات كام يا مدام نوسة؟ ما ينفعش اقول لك عدد كبسات. في شعريه مساميه منخفضه، في شعريه مساميه عاليه، اللي هي اصلا بتبقى المساميه العاليه دي اللي هي بتقبل معاك الماده بسرعه، فبالتالي هتقبل معاك كبس بسرعه. المسامير المنخفضه ما بتقبلش معاك الماده بسهوله، فهتحتاج كبس اكتر عشان توصلي الماده بسرعه، يعني الماده اكتر للايه، للحرشه في الشعرايه. تمام. فانت عينيكي انت شايفه وانت بتكبسي الشعريه معايا لونها بيغير بسرعه. لا، انا بعد ما الشعريه كلها تغير لونها، انا اخد كبسه والتانيه تاكيدا على على الشعرايه واسيب الخصله. تمام. ما زودش زياده عن اللزوم وما اديش اقل من اللزوم، لان الزياده برضو ممكن تسبب تقصيفه ما تبانش معاكي غير بعد الغسيل، وممكن الاقل يطلع معاكي ديفوهات. فانت دايما عودي نفسك الشعرايه معاكي غيرت لون، كبسه والتانيه وتسيبي الشعرايه. طب في شعرايه ما بتغيرش لون يا مدام نوسه، الشعرايه دي بقى يا اما لونها اسود جامد جدا وانت الاضاءه عندك مش مخلياكي شايفه تغيير اللون، لان طبيعي اللون يتغير. وفي شعرايه ما بتغيرش لون، يعني هي ما بتغيرش لون معاكي. ما بتغيرش لون بنعمل ايه بقى؟ بنمشي على على الدخان. يعني انا معايا هنا في الشعر ده الشعريه بتغير لون، ما بمشيش على الدخان، ما بركزش في الدخان. لكن لو شعريه ما بتغيرش لون نمشي على الدخان لحد ما يخلص. تمام. الشعر هيتحرق معاكي؟ لا مش هيتحرق ان شاء الله، مش هيحصل اي ضرر. البروتين ملوش اضرار يا مدام نوسة؟ لا، في انواع شعر كتير بتتضرر. بس احنا طالما شغالين صح بالماتيريال صح، بنعمل المعادله الصح اللي هو احنا نحط ترميمات علاجيه، امبولات علاجيه، بنخلي ترطيب الماده اعلى. حتى لو الماده فيها مرطبات فاحنا بنخلي ترطيب الماده اعلى بالاضافات بتاعتنا، هيبقى اقل ضرر. نيجي هنا للخطوه دي، انا هنا كنت خلصت كبس، باخد بس اطراف الشعر كده بقلل منها الدخان، لان اكتر الشعر اللي بيجي لنا بتبقى الاطراف خفيفه عن فوق. ففوق بندي كبس كويس، ننزل على الاطراف على الفاضي. ففي الاخر كده بعد ما بخلص كبس خالص، بروح نازله ايه على الاطراف كده تاكيدا للكبس للاطراف. تمام. ارجع تاني للنقطه اللي انا كنت بتكلم فيها، اللي هي الضرر وكده. لو انت مطلعه العميله، لو انا كمتخصصه عليا عامل 50%، فهي برضو كعميله ككلاينت عليها 50%. ترطيب شعر، تستخدم مجموعه كويسه محترمه هي تستخدمها لشعرها. هي بتكون شامبو وبلسم وسيرم وحمام كريم، ومفيش حاجه فيهم ملهاش لازمه. لازم هي كمان تكون بتهتم بشعرها. الشعر اهو، طبعا انا بسلك الشعر كده بمشط واسع. المشط الواسع ده لازم هي تكون بتستخدمه في البيت. التنشيف هنا بهواء ايه؟ التنشيف هنا بهواء بارد. بياخد وقت يا مدام نوسة؟ ياخد وقت، مفيش مشكلة. الاستخدام العميلة لشعرها واهتمامها بشعرها ده بيخلي شعرها تجيلك بيه للمرة التانية في الإعادة، إن شعرها يفضل بنفس النتيجة اللي هي طالعة بيه. بس الجذور اللي طالعة هي اللي بتبقى طالعة مكسرة. طب الجذور طالعة مكسرة يا مدام نسمى، يعني انا عايز الشعر يطلع كويس، لا ما احنا مش هنتحكم في الشعر اللي طالع. الشعر الطبيعي ده بتاع ربنا ده محدش هيقدر يتحكم فيه. الشعر ده بيطلع كده زي ما هو كده. تعليمات لازم تقولها للعميله، ان لازم تقلل جدا جدا الحراره. ممنوع حراره على الشعر، المكوى اللي لما تنشف في البيت تنشف بعد ما تطلع من حمامها، تنشف باستشوار هواء بارد الاول، تقفل لي مسام الشعرايه اللي هي الفروه، وبعدين تشغل السخن عادي ومتوسط، ما يكونش عالي قوي. تعليمات ما تستخدمش زيوت طبيعيه لمده شهر. لو عايز تستخدم بقى بعد الشهر تستخدم زيوت كحمام زيت مش كدهانات. لو عايزه تستخدم مثلا في نسبه تساقط تستخدم ليثيوم تساقط، تاخد نوع معين كده بيتاخد فيتامينات للشعر. لو في الحديد ناقص عندها، فيتامين د ناقص عندها، في مشاكل في الغده، لو نفسيه العميله تعبانه شويه،
كل الحاجات دي ليها عوامل بتسبب تساقط. لو حمل ورضاعة بيبي، كل ده بيسبب تساقط. لما العميله تكلمك وتقولك انا عندي تساقط، اساليها في كل ده الاول، بتستخدمي ايه؟ مجموعه عنايه ولا لا؟ ممكن في ناس بتاخد مثلا مجموعه العنايه دي بتبقاش كويسه مع شعرها، فتكلمك فتقولك المجموعه دي مش مريحاني، انا شعري بيتساقط لما بستخدمها. تغيري المجموعه على طول، على طول غير المجموعه، لان في مجموعه بتنفع مع ناس، وفي مجموعه تانية اللي هي الشامبوهات والحاجات دي ما بتنفعش مع ناس تانية. إيه، تقولي لها على طول، تتوجه على طول ان هي تحلل. لو انت ماشيه الجلسه صح زي ما انا بقول لك عليها كده، انك بتبعدي عن الجذور، ان انت ما بتلعبيش في الجذور وانت بتوزعي الماده، انك ما بتحرقهاش. إيه، تشوفي برضو القشره لان سبب من اسباب التساقط. فكل الحاجات دي عوامل بتخلي الشعر يتساقط. انا كنت عايزه اتكلم اكتر، بس احنا ان شاء الله راجعين بقوه. الفيديوهات الجايه هنتكلم اكتر وفي حاجات كتير. دي نتيجه الشهر معايا يا بنات. يا رب يكون الفيديو عجبكم واستفدتوا النهارده. بحبكم جدا 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 في الله. سلام يا بنات.